النهارده بقى هعمل معاكم السمبوسه بطريقه سهله جدا بثلاث حشوات احلى واجمل من بعض. انا متاكده ان انتوا هتحفظوا الفيديو عندكم وان شاء الله هتعتمدوا الطريقه. لو اول مره تشوفوني بقى، انا اسمي عزه ودي قناتي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اول حشوه عندنا، هنجيب طاسه سخنه على النار، هنحط فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه. اول ما اللون بتاعي يتغير هنزل بنص مكعب من الماجي، عليه نص معلقه صغيره من الملح، وكمان الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره مليانه من السبع بهارات، واتنين من ورق اللورة. ورق اللورة هنا بيدي طعم وريحة حلوة قوي قوي. لو مش عايزين مكعب ماجي يبقى هنحط معلقة صغيرة من الملح. مجهزة هنا بقى نص كيلو من البصل المفروم الأبيض عشان بيكون طعمه مسكر، ونص فلفلة حمراء وصفراء وفلفلة خضراء. وبس كده هشوحهم وهوطي النار بتاعتي. في طاسة تانية بقى هنحط معلقة من السمنة. أول ما تسخن ننزل بنص كيلو من صدور الفراخ بتاعتي متقطعة مكعبات، عليهم معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، والسبع بهارات، والثوم البودر والبصل البودر وبهارات الفراخ. وبس كده. هنكون مجهزة برضو نص كيلو من البصل المفروم في الكبة، وبرضو يكون أبيض عشان يديني طعم مسكر، وبرضو نص فلفلة حمراء وصفراء وفلفلة خضراء. هشوح كل الكلام الحلو ده مع بعض واسيبه على نار هادية يستوي. واخر حشوة معانا، هجيب طاسة احط فيها معلقة سمنة وفص واحد من الثوم، وهنزل السبانخ بقى. جبت هنا حزمة من السبانخ، خدت الورق بتاعها بس غسلته كويس وقطعته مكعبات. بس كده. هنعمل بيها ايه؟ جبت طبق حطيت فيه ربع كيلو من الجبنة القريش، ومعلقتين كبار من اي نوع جبنة عندك، انا هنا استخدمت دومتي. ونزلت بقى بالسبانخ بتاعتي، وعليها كوبايه من ميكس الجبن اللي هي الشيدر مع الرومي مع الموتزاريلا. دي اختياري بس بتدي مطه كده وطعم حلو قوي. حطيت عليهم بقى نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الزعتر. الزعتر مع السبانخ والجبنه القريش طعمه خطير خطير خطير. وبس كده. حضرت هنا بقى معلقتين من الدقيق، عليهم شويه كده من الميه، لحد ما توصل لقوام الكريب كده، يعني هو تكون ايه، مش تقيله ومش خفيفه. هقفل بيها السمبوسه بتاعتي. الحشوات بتاعتي اللي احنا حضرناها سوا، اللحمه المفرومه والفراخ، وكمان الجبنه بالسبانخ طعمها حلو قوي قوي مفيده، وميكس الجبن. تقدروا الجبنه بالسبانخ تضيفوا عليها زيتون. الحشوات دي كلها تقدروا تضيفوا عليها زيتون او اي حاجه انتوا حابينها. اول طريقه نلف السمبوسك معانا ان احنا نعملها زي القرطاس كده ونحشيها. هوريكم بقى الطريقه التانية اللي انا بفضلها لانها بتنجز معايا. في نص ساعه لفيت 4 لفات من السمبوسك بالطريقه التانية اللي انا هوريها لكم دي. شايفين السمبوسه بتتلف سهله قوي. يعني بصوا، هو لف السمبوسك كده يعني ناس كتير بتبقى مختلفه فيه. اهم حاجه تلفوها، واهم حاجه الحشوات اللي جواها. انا الطريقه دي بفضلها جدا، ان انا بحطها كده على الترابيزه او الرخامه عندي، وبحط كده الحشوه مره واحده واقفل مره واحده. يا رب الامور كلها تكون واضحه قدامكم. زي ما قلت لكم تقدروا بقى في الحشوات دي تضيفوا زيتون، تقدروا تكتروا في الجبنه الموتزاريلا. وبرده في حشوه حلوه قوي انا برده بحب اعملها، اللي هي الجبنه الكيري وعليها بسطرمه. جبنه الكيري وعليها لانشون، او الجبنه الكيري بالاطعم، برده بتبقى حلوه جدا. تقدروا بقى الحشوات انتوا تعملوها براحتكم. عايزه اقول لكم ان نص كيلو اللحمه المفرومه ونص كيلو البانيه كان كتير جدا، وزاد مني علبه من كل حاجه. عايزه بقى اقول لكم ورق السمبوسه هنا، في ناس بتعمل ورقه واحده فبيبقى خفيف، وفي ناس بتعمل كذا ورقه فوق بعض. الورقه الواحده بتبقى مقرمشه معاكم قوي وبتديكوا كميه كبيره. كذا ورقه فوق بعض بتديكي احساس ان انتوا بتاكلوا، عارفين الفطير الشرقي، بتبقى كده يعني تقيله قوي قوي. فبراحتكم جربوا دي وجربوا دي وشوفوا انهي الاحلى واستمروا عليه. حشيت بقى كل السمبوسك بتاعتي، وهحطها في علب واكتب على كل علبه النوع بتاعها. هنا بقى جهزت طاسه السمبوسك بتتقلي في زيت، يكون زيت كتير بس درجه حرارته ما تبقاش عاليه قوي، عشان لو درجه حراره الزيت عاليه قوي السمبوسه هتحمر من تحت ومش هتبقى مستويه من جوه، فدرجه الحراره تكون متوسطه. هنا بقى فتحت السمبوسه معاكم وهي مش قادره اقول لكم كانت سخنه ازاي اصلا وانا بفتحها. شايفين؟ حلوه قوي قوي، مش قادره اقول لكم. حشوه اللحمه المفرومه خطيره ازاي، حشوه الفراخ حلوه قوي قوي. وبصراحه صراحه صراحه احلى الحشوات حشوه الجبنه القريش بالسبانخ. ما كنتش متخيله ان السبانخ في المخبوزات هتكون حلوه قوي قوي كده. جهزت علب بقى وكتبت على كل علبه هي فراخ ولا لحمه ولا جبنه، عشان على الفطار نطلع مثلا 3 من كل نوع، فيبقى طبق مشكل فيه كذا نوع. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات اسمها سمبوسه ولا سمبوسك.